بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. جمهور الزمالك، أولًا بس اللي بيشوف الفيديو أتمنى اللي هو يعمل لايك عشان نفسي الفيديو دوّة يوصل لأكبر عدد من جمهور الزمالك بس يسمعوا الكلمتين دول. جمهور الزمالك هو أوفى جمهور أنا شُفته، مش عشان أنا زملكاوي لأ، أنا شُفت جماهير كتير لفِرَق كتير، ما شُفتش جمهور بيروح المدرجات بالطريقة ديّة، فرقته المركز التالت، الرابع، الخامس، ما بتفرقش معاه. إحنا في سنة من السنين الزمالك كان في المركز ال12 والّا ال13 لمّا حسام حسن جه يمسك الزمالك، والجمهور كان بيروح مقفّل الاستاد، مقفّل الاستاد ساعة كاملة، عادي يعني بالنسبة لجمهور الزمالك اللي هو بيعمله ده. بس الحاجة اللي مش عادية في جمهور الزمالك النفخ اللي بينفخوه للعيبة. يعني إيه النفخ اللي بينفخوه للعيبة؟ لاعب يأدّي ماتش كويس فيطلعوا بيه سابع سما، سابع سما. ده اللعيب الفلاني، ده مش عارف مين، ده، ويفضلوا يجيبوا في أسماء لعيبة أوروبية، وده مش عارف اسمه إيه، وده اسمه إيه، وده اسمه إيه. فيفضلوا ينفخوا في اللاعب، فاللاعب جاي من فريق ما يكونش جماهيري، فيلاقي السوشيال ميديا كلها بتتكلم عليه، وصفحات الزمالك اللي هو عامل لها follow عمالين يقطّعوا لقطات ليه في الماتش، ويتكلموا عليه، وبيساعدهم في ده الإعلام الأهلاوي. لأن الإعلام الأهلاوي عارف إن الزمالك جمهور بيحب النفخ، هو جمهور بيحب الكورة وبيفهم في الكورة، هو أكتر جمهور بيفهم في الكورة، يعني مستحيل تلاقي واحد بيقول لك أنا زملكاوي بس ما بافهمش في الكورة، بس تلاقي نُص الجماهير بتاعة الأهلي أنا أهلاوي بس ما بافهمش في الكورة، أنا أهلاوية بس ما بافهمش في الكورة، أنا طلعت لقيت مش عارف أبويا أهلاوي بقيت أهلاوي زيه بس أنا ما بافهمش في الكورة، مستحيل تلاقي دوّة عند جمهور الزمالك، فجمهور الزمالك عنده حتة إيه، الذوق، يعني ذواق كدهوّة. فتلاقي مثلًا لاعب زي مثلًا محمد إسماعيل، هنتكلم كده على لاعبين 3 كدهوّة من الزمالك عملوا مُطوشة كويسة، ماتش أو 2 كويسين يعني. محمد إسماعيل لاعب جاي من زد، فريق مش جماهيري، فريق ما فيش حد بيتفرّج عليه، فريق جمهور الكورة بيتابعه لمّا بيلاعب الأهلي أو الزمالك بس، والإعلام مش مسلّط الضوء الكامل عليه أيام أمّا كان في زد. فييجي الزمالك يقدّم ماتش جميل، ماتش جيد، الولد عنده ثبات انفعالي كويس على الكورة، بيعرف يطلع بالكورة من ورا لقدّام كويس، الpass بتاعه كويس جدًا، الlong pass بتاعه كويس، عنده هدوء أعصاب رهيب وهو آخر لعيب في الملعب، تدخلاته ممتازة جدًا، فتلاقي بعد الماتش ف ف فال ف فاللعيب عمل 90 دقيقة ممتازة، يعني 90 دقيقة نقدر نقول اللي هو جيد، ما نقدرش نقول اللي هو امتياز ولاعب وشايل. فنلاقي جمهور الزمالك بعد الماتش محمد إسماعيل ده فيه من أشرف قاسم، باولو مالديني الجديد، محمد إسماعيل ده الزمالك في أمان وخط الدفاع في أمان طالما محمد إسماعيل موجود، ده إحنا كسبنا لعيب جديد في منتخب مصر، ده إحنا مش عارف عملنا إيه، محمد إسماعيل، محمد إسماعيل، محمد إسماعيل، وبيدجات الزمالك عمّالة تشيّر وبيدجات الزمالك عمّالة تقطّع في لقطات لمحمد إسماعيل وتشيّر، وبيساعدوا طبعًا في كدهوّة الإعلام الأهلي، لإن الإعلام الأهلي برضك عارف إن جمهور الزمالك بيحب يزيط وبيحب يفرح بلعيبته، فبيدّي اللعيب نفخة زيادة. اللاعب أنت مش عارف ثباته الانفعالي إيه، أنت مش عارف الثبات الانفعالي بتاع اللعيب ده إيه، اللعيب دوّة كان كويس في ماتش واحد، في ماتش واحد بس كويس، إزاي أنت تفضل تقول له ده إحنا في أمان طالما أنت موجود، ده إحنا، ده إحنا، ده إحنا، وتفضل تنفخ في اللعيب، اللعيب بينزل تاني ماتش
حد الثقة بتاعه اترفع لحد الغرور، حد الثقة بتاعه اترفع لحد بقى الغرور، دخل في مرحلة الغرور خلاص. تفكير اللاعب أنا مش عارف ده تفكير محمد إسماعيل إيه، بس ممكن يكون تفكير لاعب يقول لك ده أنا بقى لمّا المهاجم يخش عليَّ أنا أرقّصه عشان الجمهور يقول هيه ويقطعه وينزّله على السوشيال ميديا وأنا أتصيد، فييجي المهاجم يخش عليه ييجي يرقّصه، المهاجم يقطع الكورة يدخّلها جون، لبس أسود، بقية الماتش ضاع خلاص. فكتر النفخ اللي بيعمله جمهور الزمالك للعيبة ده مش كويس، أنتم بتنفخوا فيهم ليه؟ هم عملوا إيه؟ يعني محمد إسماعيل عمل ماتش كويس، طب أنت كجمهور الزمالك أنت عملت ماتش كويس، إحنا عايزينك بقية الموسم كده، ولو مستواك نزل ينزل حاجة بسيطة ما ينزلش المستوى الجامد، ادّي له دفعة معنوية ماشي، بس ما تفضلش تنفخ فيه وتحسسني إن محمد إسماعيل ده أشرف قاسم، أشرف قاسم مين اللي يبقى محمد إسماعيل؟ مين شاف فيكم أشرف قاسم أنتم؟ أنا رُحت الاستاد شُفت أشرف قاسم قدّام منّي، أشرف قاسم ده برنس، أشرف قاسم ده واحد بس وما حدش يتقارن بيه، اللي ما شافش أشرف قاسم هو ما اتفرّجش على مدافعين، وما اتفرّجش إزاي المدافع يطلع بالكرة من ورا لقدّام، ما ينفعش اللي أنتم يا جماعة لاعب عمل ماتش كويس تطلعوا بيه 7-7 ليه؟ هو عمل إيه؟ ماتش 90 دقيقة كويس، اثبت بقى على مستواك ونحكم عليك بعد 10، 15 ماتش، نشوف أنت مستواك إيه، ده لاعب. اللاعب التاني واللي أنا هاجمته كتير جدًا وبصراحة عمل ماتش جامد جدًا قدّام المصري، دونجا. دونجا بقى له يا جماعة سنة ونُص مش شايف، دونجا بقى له سنة ونُص في حاجة غلط، عمل ماتش المصري ممتاز، ممتاز، 90 دقيقة هو عملهم كويس، طب ما بعد ال90 دقيقة بقى الماتش الجاي والماتش اللي بعده والماتش اللي بعده، أنت تحكم على اللعيب بعد 4، 5 مُطوشة، دونجا مستواه بدأ يرتفع عشان في 3 كرابيج مكربجين دونجا، 3 محمود جهاد وأحمد ربيعة قاعدين برّه وخلاص جاهزين عشان ينزلوا ياخدوا مكانه، لازم يجدد عقده الصيف دوّة، الصيف الجاي ده وفي شهر يناير، شهر يناير جاي لهم لعيب هيقعّد ال3 لعيبة دول برّه، حامد حمدان لو في مستواه حامد حمدان ده هيقعّد دونجا وأحمد ربيع ومحمود جهاد برّه، فالنفخ اللي أنتم بتنفخوه دوّة ما ينفعش. نفسية اللعيبة أنت مش عارفها، أنت مش عارف الثبات الانفعالي بتاع اللعيبة إيه، فكفاية نفخ في اللعيبة، كفاية نفخ في اللعيبة، حرام عليكم اللعيبة وحرام عليكم نفسية اللعيبة، الضغط ممكن ما يستحملهوش، محمود جهاد من شهر 4 عنده إصابة عضلية لحد دلوقتي لو عنده رباط صليبي كان زمانه قام، كان زمانه خَف، ليه؟ عشان الضغط مش مستحمله، نفسيًا هو مش مستحمل الضغط، فكل أمّا يرجع من إصابة يخش في إصابة، يرجع من إصابة يخش في إصابة. بسبب الضغط وبسبب اللي أنتم حمّلتوه أكتر من طاقته. محمود جهاد لعب ماتش واحد فضلوا يقولوا في الإعلام ده القطعة اللي الزمالك ناقصها، ده القطعة اللي الزمالك محتاجها، ده اللعيب اللي هيطلع وده اللعيب اللي هينزل وده اللعيب وده اللعيب وبتجات الزمالك تخش ويفضلوا يقطعوا له في مطوشة ويفضلوا يعملوا له ويفضلوا الولا ما استحملش، مش مستحمل. الثبات الانفعالي بتاعه مش مستحمله، مش قادر اللي هو يستحمل الضغط اللي عليه. فالولا نفس عضلات الجسم وهو نفسيًا مش قادرين يستحملوا الضغط، فكل أمّا يطلع من إصابة عضلية يخش في إصابة عضلية، كل أمّا يطلع من الإصابة العضلية يخش في إصابة عضلية، ما بعدين، بعدين أنتم كفاية ضغط على اللعيبة، كفاية ضغط، ارحموا نفسكم شوية، ارحموا اللعيبة شوية من الضغط اللي أنتم بتعملوه عليهم، وبتجات الزمالك اللي كل شوية تنزّل تقص وتقطع، تقص وتقطع للعيبة بتعمل باص والّا 2 في الماتش، ده اللعيب التاني. اللاعب التالت إخوان بيزيرة، لاعب مهاري.
لاعب جامد لاعب سريع لاعب صعب اللي حد يمسكه لاعب هيعمل لك فارق في مُطوشة كتيرة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هو ده اللي هيعوّض زيزو؟ ده إحنا كان مضحوك علينا، ده إحنا كان معمول علينا، ويفضلوا يقارنوا ما بينه وما بين زيزو، مقارنات، كويس اللي هو ما بيفهمش ولا عربي ولا إنجليزي، بيتكلم برتغالي، ارحموه شوية. أنت إزاي عايز تقارن لاعب بقى له 6 سنين بيلعب معاك، بلاعب بقى له 3، 4 مُطوشة بيلعب معاك؟ يعني بأنهي منطق وأنهي عقل؟ ده style وده style، ده طريقة وده طريقة، ده حاجة وده حاجة، الاتنين بيلعبوا wing right زيزو الوينج الرايت اللي بيجري وبيعتمد على قوته البدنيه وبيعتمد على لياقته البدنيه وعلى سرعته، بيجري بيعمل كروس جامد، بيشوط حلو، واحد على واحد ما يعديش، خوان بيزيرع واحد على واحد يعدي عادي. هو بياخد الكرة وبيروح للمدافع بيقول له انا هعديك هرقصك ولو ما رقصتكش هلبسك انذار عادي جدا. ده خوان بيزيرع. زيزو مش كده، زيزو بيجري وبيرفع، زيزو كان حل من الحلول اللي هو بيشد الفرقه، زيزو كان اللياقه البدنيه بتاعته مساعداه. زيزو ستايل، خوان بيزيرا ستايل تاني خالص. زيزو فاولات بلانتي كروسات حاضر. زيزو عنده استعداد يقف وهو واقف على الكوره كده وواقف ولعيب قدام منه يرفع الكوره كروس عادي جدا، هو عنده الملكه دي. خوان بيزيرا لو استلم من على الخط ووشه للمدافع فدي لحظة سواد على المدافع، خلاص هو هيعديه وهيرقصه وممكن يوقعه وممكن يعمل فيه حاجات كتير. خوان بيزيرا من نوعية اللعيب، من نوعية اللاعب الجناح اللي بياخد الكرة يخش على الجون، يخش على المدافع يرقصه، يعمل ثرو، يشوط، رجله مش قوية في الشوط بس هو بيحاول. فكفاية مقارنات. ليه المقارنات دي كلها؟ ليه المقارنات اللي انت طبعا خوان بيزيرا افضل من زيزو مهاريا، لكن انت مش هتقدر ان انت تختزل 6 سنين للاسف يعني من لاعب كان بيلعب معاك وتقارنه ب3، 4 مُطوشة. احنا لو نقدر ننسى ال6 سنين دول ننساهم عادي، بس هو كان لعيب موجود في الزمالك، كان شايل الزمالك في وقت من الأوقات. دي حاجة تانية، جمهور الزمالك، الجمهور اللي مفكّر إن الزمالك هياخد بطولة دوري السنة دي، فهو جمهور واهم. ليه؟ كل حاجة بيبقى ليها معطيات بتأدي إلى نتائج. بمعنى إيه؟ أنت مثلًا داخل مشروع بتعمل دراسة الجدوى بتاعتك، فبتقول والله المشروع دوّة محتاج 1، 2، 3 وعشان ينجح لازم أعمل 1، 2، 3 وبتتوكل على الله وبتعمل اللي أنت عملته، فربنا بيسهّل بينجح المشروع. أنت في نادي الزمالك جبت واحد متخصص في كرة القدم اسمه جون إدوارد، مدير رياضي، تعالَ يا عم جون اعمل لنا فرقة وقطاع كرة القدم بتاعك. تمام، أنت محتاج إيه يا عم جون؟ أنا محتاج فلوس. أول حاجة محتاج فلوس، الراجل راح جاب كام لعيب، عمل فرقة مش ممتازة ولا ويعني ولا هي عالية أوي ولا متوسطة، حاجة كويسة، لعيبة بتلعب، جاب مدرب على قد الإيد بإمكانيات الفلوس اللي معاه، هو جاب المدرب ده وجاب اللعيبة دي، ومرة واحدة النادي مفلِّس، لعيبة ما بتاخدش مستحقات، لعيبة أجنبية سابت السكن بتاعها، راحت شافت سكن تاني عشان أرخص. لعيبه بتاخد من الوكلاء بتوعهم بيستلفوا فلوس من الوكلاء عشان هم معهمش فلوس. لعيبه ما بتقبضش بقى لها 3 شهور، مدرب ما بيقبضش بقى له شهرين 3. ما انت المدرب دوّة ممكن في عادي جدًا قبل ماتش الإسماعيلي ييجي يقول لك ياخد شنطته سلام عليكم. إيه يا عم في إيه؟ هو ما بيقبضش بقى له 3 شهور، هو أنا جاي أشتغل للوطن؟ طب أنت معاكش فلوس، أنت إزاي عايز تخلّي اللعيبة ديّة تنافس على بطولة؟
أنت إزاي بتطالب كجمهور اللعيبة دي اللي هي تكسب ماتش الإسماعيلي، وتكسب ماتش المحلة، وتكسب ماتش الأهلي، أنت إزاي بتطالب من اللعيبة ديّة اللي هي تعمل أداء وتفوز وهُم ما بيقبضوش؟ أنت لو واحد في شركة شغال في شركة ما بتقبضش بقى لك شهرين 3 هتعمل إيه؟ هتقول لا والله أصل المدير بيحفزني والناس اللي معايا بيحفزوني فأنا هاروح أشتغل، فين الفلوس؟ أنت عملت مشروع من غير فلوس، من غير راس مال، هتنجح إزاي؟ أرض أكتوبر اتسحبت، بقينا قاعدين أرض أكتوبر اتسحبت، أرض أكتوبر اتسحبت، طب إحنا هنفضل قاعدين على أرض أكتوبر؟ طب أرض أكتوبر دي اتسحبت، أنت هترجع بكرة الصبح، بكرة الصبح الأربع أرض أكتوبر دي هترجع، هل هترجع الصبح بعد الضهر المستثمرين هييجوا يحطوا لك ملايين؟ ده أنت عايز لك شهرين 3. المستثمر مش هيتطمن إلا لمّا يشوف بعينه فرقة الكورة بتتمرن جوّه النادي. هييجي يحط لك فلوس، وحسام المندوه قال محتاجين شهرين عشان الملاعب تتعمل، طب أنت هتعدّي الأزمة دي إزاي؟ هتبني النادي من أنهي فلوس؟ ده أنت محتاج شهرين، مرتبات لعيبة، فالجمهور اللي مفكّر نادي الزمالك هياخد بطولة الدوري وأفريقيا وبتاع من غير فلوس، بطّلوا الوهم ده. إحنا متصدرين الدوري بيعملوا أداء كويس، كل ده كويس. بس اللعيبه برضك ذهنها مشغول بالفلوس، محتاجين فلوس، عايزين ياكلوا، عايزين يشربوا، عايزين يدّي لأهاليهم فلوس، خوان بيزيرة دوّة مراته حامل، إزاي؟ ح ح ح يعني هو هيولد مراته منين؟ هيأكّل مراته منين؟ هيقول لها والله خدي بقى شوية حُب من الجمهور، شوية رجولة من الجمهور؟ فأتمنى الجمهور الزمالك يعني ما يعملش load زيادة وما يعملش ضغط زيادة على اللعيبة، ولا على الإدارة، الإدارة لا حول لها ولا قوة. وعلى جون إدوار أقسم بالله منظره صعب عليّا في ماتش المصري، الراجل كان بيضحك أول ماتشين، جه ماتش المصري هَم الدنيا كله شايله على دماغه، وقدّام منه هشام مصر عمّال يضحك وعمّال يسقّف، وأعضاء مجلس الإدارة اللي تحت السن، فأنا أتمنى من جمهور الزمالك اللي هو يهدى شوية على الفرقة، وما يعلّيش سقف طموحاته، لإن إحنا كل أمّا طموحاتنا بتعلى مجلس الإدارة بييجي يهدّها كلّها، حاجة بتيجي تحصل تهِد كل طموحاتنا وتنزّلها على الأرض. فحرام اللي بيحصل ده بصراحة من جمهور الزمالك على اللعيبة، طالبوهم بالفوز، طالبوهم اللي هم يلعبوا بأداء كويس، بس إن أمرت أن تطاع فأمر بالمستطاع، أتمنى إن الجمهور يبطّل نفخ في اللعيبة، وأتمنى إن الجمهور يهدى شوية على اللعيبة، وأتمنى إن إدارة الزمالك تشوف حل الأزمة المالية اللي إحنا فيها. ليه كابتن حسين، ليه يا كابتن حسين أنت جِبت جون إدوارد وعملت فريق؟ ليه علّيت سقف طموحاتنا طالما ما فيش فلوس؟ ليه حسستنا إن إحنا هناخد الدوري؟ ليه جبت فرقة جديدة؟ ليه عملت فرقة وليه خلّيت جون إدوارد يشتري فرقة؟ ليه؟ ليه خلّيتنا نحلم حلم جميل بس مش هيتحقق؟ ليه خلّيتنا يبقى عندنا تعشّمنا والعشم مش هييجي؟ ليه ادّيتنا الأمل وأمل ماتت أصلًا؟ ليه؟ ليه يا كابتن حسين؟ أنت لا حول لك ولا قوة، مش قادر تعمل أكتر من كده، دفعت 6.5 مليون دولار بسبب واحد مخلوع حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كنت تطلع من أول الموسم يا جماعة إحنا قدّام مننا 4، 5 مواسم هنلعب بالناشئين مش هنشتري أي حد، الناشئين بياخدوا 400، 500 ألف جنيه في الموسم، أقصى واحد مليون والّا 2.000.000 زي حسام عبد المجيد، وإحنا كده حلو أوي عقبال ما نبني الفرقة وفرع أكتوبر، ونبدأ بعد كده ناخد بطولات بعد 3، 4 سنين. كنت المفروض تطلع تقول لنا كده أهو كنا هنصبر معاك، ما إحنا بنقعد بال7 سنين ما بناخدش دوري، فات منهم سنتين 3 يتبقى 4، 5 سنين مش مشكلة، هنعمل إيه؟ إحنا عارفين اللي أنت فيه وعارفين الضغوط اللي أنت فيها، ليه بتدّينا الأمل وبتعشّمنا وإحنا معناش فلوس؟ أرض أكتوبر اتشالت، اتشل كل النادي كله اتشل،
بقينا عايشين على إعلانات ممدوح عباس وتويتاته السخيفة. الراجل مدّي 800 مليون جنيه لنادي الزمالك، بس بيقطّمك بيهم كل تويتة والتانية، بيجبّي عليك وأنت مش قادر تقول له حاجة. ما أنتم قدّامكم حل من 2، يا إمّا تبيعوا فرقة الكورة، يا إمّا اقفلوا نادي الزمالك وريّحونا منّه، خلاص ما يبقاش في نادي الزمالك تاني. طالما أنتم مش قادرين إن أنتم تجيبوا فلوس، حسين لبيب معاه 12 عضو، 3، 4 هم اللي بيشتغلوا معاه. فين هاني شكري؟ فين الإعلانات اللي المفروض يعملها للعيبة عشان يخف شوية من ضغوط الرواتب؟ ما بيشتغلش، ما بيعملش أي حاجة، ما بيروحش النادي. فين هاني بيرزي؟ رجال الأعمال. حسين السيد اللي كل سنة والتانية يجيب له 2، 3 لعيبة ناشئين فشلة، فشلة، ليه؟ عشان يقول أنا اللي جبت. حسين السيد اللي راح قعد مع محمد السيد كلمه بطريقة زبالة، الولد مش عايز يجدد. ليه؟ بسبب طريقته. هو لسه عايش في زمن التمانينات والسبعينات، لسه عايش أيام حلمي زمورة، والزمن تاني ده يا كابتن حسين. أحمد سليمان اللي كل يوم والتاني طالع على MBC، أهم حاجة MBC، أهم حاجة مهيب يطلع معاه. ومش مشكلة نادي الزمالك، مش مشكلة، أهم حاجة لو رُحت نادي الزمالك أنا أبقى مسؤول عن فرقة الكورة، يروح يجيب ميشيلاك ب$700,000 إعارة، يروح يجيب صفقات كلها فاشلة، يروح يتعاون مع وكلا كلهم أهلاوية وبيخبوروا النادي في فلوس. لمّا جه جون إدوارد عمل كنترول على كل ده، عشان كده جون إدوارد بيتحارب. ليه يا كابتن حسين ما طلعتش من الأول وقُلت إحنا هنلعب بالناشئين ال4، 5 مواسم الجايين دول؟ حتى قطاع الناشئين عندك فاشل. أسامة نبيه أخد لعيب واحد بس من قطاع الناشئين في كأس العالم، محمد السيد. ليه؟ عشان بدر رجب دوّة والّا بدر حامد اللي في قطاع الناشئين ما بيدّيش اللعيبة فلوس، مفكّر نفسه اللي هو جوزيه مورينيو، اللعيبة بتكرهه ما بتحبوش، وعمّال ياخد في فلوس وبس. ليه بتعلّوا سقف طموحات النادي وسقف طموحات الجماهير وأنتم مش قادرين أصلًا، ما عندكمش فلوس؟ رُحت طلّعت بيان عن وزارة الإسكان والاجتماع اللي عملنا مع وزارة الإسكان وهناخد أرض في التجمُّع، وهدّيتوا الجمهور بالبيان اللي أنت عملته، والأرض لحد دلوقتي ما رجعتش. كل يوم والتاني أرض أكتوبر في طريق الحل، أرض أكتوبر في طريق الحل، أرض أكتوبر في طريق الحل. ممدوح عباس يطلع اتصلت بوزير الإسكان وأرض أكتوبر في طريق الحل، بقى لكم شهر بتقولوا كده أهوّة. أنتم مش قادرين تتعاملوا، الكابتن حسين مش قادر يتعامل. أنا مش هاقدر أقول له حاجة بصراحة، الراجل دفع فلوس، وفّر فلوس غير عادية، 6.5 مليون دولار لو كانوا اتدفعوا في فريق الكورة كان زماننا دلوقتي عندنا فريق محترم، بس بسبب واحد معزول سرق النادي، ما فيش حد بيكلمه في البلد. وزير الشباب والرياضة اللي حل المجلس دوّة 2020 بعد أمّا طلع وبعد أمّا اتعزل والجمعية العمومية رفضت الميزانية بتاعته، ما فيش حد بيقول له حاجة وما بيتحاكمش. راح فقع شكوى في النادي اتسحبت الأرض. بسبب حقده وغِلّه. أنا الكابتن حسين إمام مش قادر أقول له حاجة، بس أنا بالومه على حاجة واحدة، اللي هو اختار أعضاء ما ينفعش اللي هم يخشوا يقعدوا في كراسي أعضاء مجلس إدارة الزمالك، أعضاء أسامي على كراسي، بس ما بيعملوش حاجة. هاني شكري وهاني بيرزي ومش عارف وأحمد سليمان وحسين السيد، عمرو أدم هو اللي شغال وحسام المندوه وهشام نصر، و2 من تحت السن والّا 3، والباقي مش موجود، مش موجود. اتمنى من جمهور نادي الزمالك يفهم الكلام دوّة، وبطّلوا نفخ في اللعيبة، وبطّلوا تقولوا للفرقة إحنا عايزينكم تاخدوا بطولة الدوري وأفريقيا وأنتم ما بتقبضوش، ما ينفعش تقولوا كده أهو. أتمنى الماتش الجاي طبعًا إحنا نكسب، بس أنا يعني كلمة بنقولها يا رب نكسب، يا رب نكسب، بس هنكسب واللعيبة ما خدتش فلوس،
ما تلومش على اللعيبة اللي هم ممكن ينزلوا ما يأدّوش، طالما هم حتى ما بياخدوش مكافأة الفوز، يعني حتى مكافآت الفوز مش متوفّرة، حساب نادي الزمالك 0، 0. إبراهيم عبد الجواد امبارح بيقول الوضع في الزمالك شديد السواد، يعني شديد السواد! ده أنت خلّيتها طين خالص. أتمنى من جمهور نادي الزمالك يهدى شوية على الفرقة، أتمنى من الجمهور اللي هو يهدى، ويهدى، ويهدى، روحوا شجّعوا قولوا للعيبة اللي إحنا وراكم بس ما تطلبش من اللعيبة حاجات هم مش قادرين اللي هم يعملوها، ذهنهم مشغول بحياتهم الشخصية، ما فيش فلوس، ما فيش سكن، ما فيش. صلاح الدين مصدق ومحمود بنتاي نقلوا من السكن بتاعهم لسكن أرخص، عشان معهمش فلوس يدفعوا السكن اللي هم واخدينه، راحوا استلفوا من الوكلا بتوعهم فلوس لحد ما ياخدوا فلوس من النادي، في الآخر تيجي تفضل تضغط عليهم، بأنهي منطق وأنهي عقل يعني؟ ربنا يستر وربنا يسهّل الحال، ويا رب كده أهو الأزمة المالية ديّة تعدّي، لإن أنا مش عارف ليه بيحصل مع الزمالك كده، يعني ليه الزمالك النادي الوحيد اللي كل أمّا يشم نَفَسه حد ييجي يقوم منزّله تحت المَيّة تاني؟ السلام عليكم.